لسان بقر هذا. ليش واحد ياكل مخ؟ والله لو غريب. والله ينصبرك الله. انا ما كان عرس نديره. اخينا الله. اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في حلقة جديدة وتذوق جديد وتجول جديد. واليوم عندنا مطعم ومطبخ مختلف تماما اللي هو المطبخ المغربي. بنجرب فيه بعض الأطباق، خليكم معي. بس قبل لا نبدأ أحلى لايك، اعملوا أحلى لايك. وفي المطبخ المغربي بنكون كملنا المطبخ رقم 10، وبيبقى لنا أكثر من 190 مطبخ في البلد الأصلي والبلد الغير أصلي. آية في القرآن كاينة في كتاب الرحمن، بالوالدين حسان، فيها كم من معاني، فيها هدي الله دير بها وطريق بينا. بالوالدين حسان، ورجعنا لكم في المطبخ والمطعم المغربي، جايين بس عشان ناكل الأكلات التقليدية من المطبخ المغربي. جايين هالمطعم عشان نختار الأكلات التقليدية. نختار المخ واللسان. سمبوسة ناكلها من برا، شو فيك انت؟ وبنختار الأكلات التقليدية فقط. خليكم معي. بس قبل لا نبدأ لا تنسون تعملوا لنا أحلى لايك. احنا محتاجين في الفيديو أكثر من 10,000 لايك. نبى نوصلها في كل مكان. 10,000 لايك نبى نوصلها في كل مكان. فلا تنسون، ودعمكم مهم جدا لهذه القناة، وأنا أشكر كل حد يدعم هذه القناة. رجعنا لكم في المطبخ والمطعم المغربي، وهنا طبعا في أكلات تقليدية. المطعم عاملنا بطريقة هي الأكلات تقليدية، بس عاملنا تقليدي على عصري، فداخلين على بعض. صح ولا ذياب؟ صح. ما شاء الله على المطعم هذا. تمتلكه الشيف شميشة، طبعا معروفة في كل الوطن العربي ما شاء الله عليها. تعمل الأكلات المغربية وتنشر ثقافة الأكل المغربي للعالم، وإحنا من هني بننشر بعض الأكلات المغربية بعد للعالم. هدفنا في الحلقة أن نعرفكم على الأكلات التقليدية، مو على كل الأكلات المغربية. مثلا هني في هذا مثلا في هذا الكبدة، وفي اللسان، وفي المخ، وفي الكسكس، وفي الطاجين اللحم بالبرقوق، وفي بعض المقبلات والسلطات. أول طبق بنتكلم عنه اللي هو اللسان. طبعا اللسان هذا ينعمل من لسان البقر. بتاكل ذياب؟ جرب اللسان يلا. حارة. والله حلو. ما اتوقع طعم اللسان كذا. لسان بقر هذا حلو. اللسان يعملون يحطون فيه أكثر من بهارات، يحطون فيه الشرمولة ويحطون فيه الحامض فيطلع حلو يعني. هذا المخ عبارة عن مخ بقر. بسم الله. وهذا المخ. المخ البقري هذا. الطبق هذا عجيب ما شاء الله عليه. طبعا الخبز المغربي هذا البطبوط، هذا البطبوط بالشعيرة، وهذا بالبلبولة. كبدة. وأحلى تحية لأهل المغرب من الشمال في طنجة، ومن القويرة في الجنوب، ومن وجدة في الشرق، ومن الرباط وكازابلانكا. كلهم أحلى تحية لهم. الله يحفظكم يا أحلى شعب، الشعب المغربي. هذا الكسكسي يسمونه كسكسي صح؟ كسكس بالخضار واللحم. الكسكس هو يعني معروف عندنا في المغرب. أوكي. هو كل يوم جمعة بتلقى جميع المنازل في المغرب بيسووا الكسكس. يعني الكسكس احنا في عندنا في المغرب بناكله باللقمة، يعني باليد. أيوة ما شفنا. الحين هو حيسوي لقمة مغربية، احنا نشوف وش حيسويها ولا اوكي. بس عملنا زي كده. ايوه. ايوه والله ما شاء الله عليه. والله لو غريب.
والله يا تبارك الله. انا ما كنعرفش نديره، هو كيدير. باش تقولي اللي بيتي بيتو، اللي ما بيتي ما بيتوش. اللي بيتو واللي ما بيتو، اللي بيتي بيتو واللي ما بيتيش ما بيتوش. ايوه يعني هذا يعني معروف عند المراكشيين به. حلو ما شاء الله. الكسكسي هذا عجيب. طبعا في ناس تعمل الكسكسي هذا تعمله بالدجاج بس مو وايد، يعني قليل ما تسمع بهالموضوع. بس اكثر شيء يعملون هذا الكسكس هذا باللحم والخضره. حلو. ولازم يحطون عليه شو اسمه القرعه. ايوه يحطون فوق القرعه وهذا يطلع شيء حلو. ايوه ذياب. ايوه شي سوي. ايوه يلا ما شاء الله عليك. يلا ايوه الله مغربي. ذياب رقد على هالكسكس، رقد عليه ذياب الله. لازم حد عنده عيد ميلاد هنا. اوه والله. رقم واحد صراحة. هذا الطاجين اللحم بالبرقوق ويحطون عليه مكسرات. المغاربة بشكل عام يحبون هذا الطاجين اللحم البرقوق، فدائما يعملونه في بيوتهم. هذا الشيء بيكون بس في المناسبات، يعني المناسبات الراقيه، لما بيجي عندك ضيف عزيز عليك لازم تجهز لحم برقوق. لما يكون مناسبه فيها زفاف ولا عرس ولا اسبوع ولا اي حاجه ختانه في المغرب، ضروري الناس الضيوف اللي عزيز عليك بيجوا عندك تعطيهم اللحم البرقوق. الطاجين اللحم هذا يغني مثل ذياب يغني. عجيب الطاجين. هذه الحريره. هذه الحريرة ان شاء الله ما شاء الله ساخنة. شوفوا ساخنة ما شاء الله. الريحة مالح. الحريرة بتجرب الحريرة؟ تجرب الحريرة. ليش يا اخي ليش اكله بقبشة يا اخي؟ خلينا ما دام نحن في المطبخ في المطعم المغربي خلينا نشربها كذا تقليد يا. حلو صراحة. حلو. يشكر الشيف الصراحة. صح. عجيب. يا أمي يا روح راحتي وانتي يا الحجاب، انتي زينة الأحباب بيك السلوان صبي، انتي لأمي ما بيك روحي وحياتي طربة. بعد ما جربنا الأكلات المغربية في مطعم باب المنصور، بتحصلون رابط الانستغرام تحت في الفيديو. الحين يا دور الشاي المغربي والسويت المغربي. طبعا إذا أنت أكلت من المطبخ والمطعم المغربي لازم تمر على الشاي المغربي. أيوة ولا شو رايك عزيزي؟ لا ضروري الشاي المغربي. عاد الحين أنت عرفنا على ثقافة الشاي. أيوة الحين دو الشاي المغربي اللي معروف عندنا في المغرب كله، واللي يعني شو بيقول لك كبرنا بالشاي واحنا صغار ما شاء الله. انا من صغر واحنا بنشرب احنا نشرب شاي كرك وهم يشربون شاي مغربي. انت اللي حتعمل الشاي، انا اقول لك كيف تعمله، انت ان شاء الله تعمل الشاي. اوكي هذا هو البراد. اوكي الحين حنعمل فيه ميه. انا الحين بسوي شاي مغربي. بديدات حنان كتلفي ذاتي افتيان وتخافي لا ننصاب والبرد يلف جنابي وتفزعي من عين شي بنادم وتباتي رهبة. غير انا نبكي انتي قلبك يخفق مرتاب باغي يعرف الاسباب وعلاش بكات هدابي وتراري بيا في حين تخفق القلوب سخبة. وإلا نمرض ليك حايزاني لونك يشحاب وتباتي في تشغاب حتى ننشال مصابي وتسعدي بيا نهار ربي صرف الكتبة. كنت ضعيف وكان عدداتي لين مرطاب وشبابك فيا شاب وانا كملت شبابي. كيف ندير نراض ما في
الشيبة يا عظيمك كون كان فيك الإيمان تدمع عينك بتنان لقوار الله الغني كيف تقول نهار يا نهار تسأل بحالنا فحين الله طبعا الشاي حار هو من لونه باين حار. قال لازم انا اذوقه. كيف؟ رقم واحد هو اللي صوب الشاي وتبارك الله عليه. انا بديه 100%، انا ما نعطيهش 10 ولا 20. 100% رقم واحد. انا اقول له واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك ياك. الله عرفتي هذا اتاي ما كاينش بحالو. عرفتي فاش كتشرب اتاي وكتحس به عندك انا مدنج هذاك هو اتاي يعني كتشربو كصفيق. الله الله. وهنا في نهاية الحلقة لا تنسون تعملون لايك وتشتركون في القناة ومع السلامة. ومع السلامة. مع السلامة. آية في القرآن كاينة في كتاب الرحمن